في نهائي كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا وبالتحديد في الدقيقة السابعة ماركو ماترازي بيدي ضربة جزاء لفرنسا علشان يروح زين الدين زيدان ويلعب ضربة الجزاء دي، وبدل ما يسدد الكورة بقوة لقيناه بيسدد الكورة بتشب من فوق الحارس بوفون علشان تخبط في العارضة وترتد في الأرض وتتحسب الهدف الأول لفرنسا. الطريقة اللي سجل بيها زيدان هي مش مجرد حركة وخلاص، دي تسديدة وراها قصة وتاريخ وشجاعة، وعلشان نعرف قصتها يبقى لازم نروح لماتش نهائي اليورو بين تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الغربية سنة 1976. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. في 20 يوليو 1976 على ملعب النجم الأحمر بالعاصمة الصربية بلجراد كان النهائي بين تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الغربية. بس السؤال هنا، هي تطلع ايه دولة تشيكوسلوفاكيا دي؟ هل فكرت ان انت تفتح وتبص على مكان تشيكوسلوفاكيا فين على الخريطة؟ فخلينا نرجع لورا كمان علشان اعرفك تشيكوسلوفاكيا ومنتخبها دول يطلعوا ايه بالظبط. قبل تشيكوسلوفاكيا كان في امبراطورية كبيرة اسمها الامبراطورية النمساوية المجرية، وكانت بتحكم مناطق كتيرة في اوروبا. بس لما قامت الحرب العالمية الاولى وانتهت سنة 1918 الامبراطورية دي انهارت، والشعوب اللي كانت تحتها بدأت تدور على الاستقلال. فمن هنا جه التشيكوسلوفاك وقالوا احنا قرايب في الثقافة واللغة والتاريخ، ما تيجي نعمل دولة مع بعض. وبالفعل سنة 1918 اتأسست جمهورية تشيكوسلوفاكيا. في الفترة دي تشيكوسلوفاكيا كانت واحدة من أقوى اقتصاديات أوروبا، عندهم مصانع، تعليم، بنية تحتية كويسة، وكانوا عاملين نظام ديمقراطي حديث. بس للأسف الدنيا ما فضلتش على حالها. في أواخر الثلاثينات هتلر كان بيكبر في ألمانيا وبدأ ياخد أراضي من الدول اللي حواليه، عشان في سنة 1938 حصلت اتفاقية اسمها اتفاقية ميونخ، ودي كان فيها بريطانيا وفرنسا اللي وافقوا ان هتلر ياخد جزء كبير من تشيكوسلوفاكيا، واللي هي كانت المنطقة الألمانية اللي اسمها سوتتلاند، وده علشان يتفادى الحرب. بس طبعا الحرب حصلت برضه. سنة 1939 ألمانيا احتلت بقية تشيكوسلوفاكيا وانتهت الدولة بشكل مؤقت. لما خلصت الحرب العالمية الثانية سنة 1945 الجيش السوفيتي دخل البلد وساعد في تحريرها من الاحتلال النازي، لكن بعد كده بدأ يفرض السيطرة، ومن سنة 1948 بقت تشيكوسلوفاكيا دولة تابعة للاتحاد السوفيتي. ومن ساعتها البلد بقت مقفولة والناس مش حرة انها تتكلم، والحكومة بتتحكم في كل حاجة، وكانت واحدة من دول الكتلة الشرقية. وسنة 1968 الشعب التشيكوسلوفاكي حاول يعمل ثورة ضد الحكم الشيوعي، وسموا الفترة دي باسم ربيع براغ. الناس كانت بتطلب بحرية اكتر وصحافة مستقلة وتغييرات سياسية. بس طبعا الاتحاد السوفيتي بعت دبابات وجيش وصحق كل حاجة حرفيا علشان بكده الثورة تفضل والدنيا ترجع تاني للقبضة الحديدية. وفي سنة 1989 مع انهيار الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية حصلت ثورة سلمية اسمها الثورة المخملية، وده لأن مفيش رصاصة واحدة طلعت والناس خرجت في الشوارع، والنظام الشيوعي وقع ساعتها والديمقراطية رجعت لتشيكوسلوفاكيا. رغم كل ده وبعد 70 سنة من الوحدة اللي تشيك والسلوفاك قرروا ينفصلوا بشكل سلمي، علشان في سنة 1993 البلد اتقسمت لبلدين، جمهورية التشيك وعاصمتها براغ، وجمهورية سلوفاكيا وعاصمتها براتسلافا. الانفصال ده اتعمل من غير حرب تماما ومن غير مشاكل كبيرة، علشان كده سموه الطلاق المخملي. فالبلد نفسها ما بقتش موجودة على الخريطة، بس تاريخها لسه مهم واثرها موجود في السياسه والهويه الاوروبيه والكوره. تشيكوسلوفاكيا مش بس كانت دوله في وسط اوروبا، دي كمان كانت من اوائل الدول اللي خدت الكوره بجد وقدمت للعالم كوره منظمه ذكيه وفيها لعيبه دماغها نظيفه وتكتيك عالي. بس طبعا مشوارهم في الكوره ما كانش مفروض ورد. المنتخب التشيكوسلوفاكي اتاسس رسميا سنه 1920، وكان اول ظهور ليه في اولمبياد انتورب في بلجيكا. وقتها الكوره كانت لسه في بدايتها كرياضه عالميه، بس تشيكوسلوفاكيا دخلوا فيها بقوه. لعبوا اول ماتش اولمبي قدام يوغوسلافيا وكسبوا 7-0، بس انسحبوا من النهائي ضد بلجيكا بسبب قرارات تحكيم مثيرة للجدل. تشيكوسلوفاكيا شاركت في كأس العالم 1934 في إيطاليا بفريق كان مليان مواهب زي أولدريخ نيدلي، ووصلوا لنهائي البطولة قدام إيطاليا وكانوا متقدمين 1-0 لحد الدقيقة 81، لكن خسروا 2-1 في الوقت الإضافي. وشاركوا تاني في مونديال فرنسا وعدوا من أول دور بعد ماتش ملحمي ضد هولندا، بس خسروا قدام البرازيل في ربع النهائي 2-1. وبعد الحرب العالمية الثانية ومع سيطرة الاتحاد السوفيتي منتخب تشيكوسلوفاكيا كان بيلعب تحت ظل سياسي تقيل. اللاعب لو غلط او خسر ماتش ممكن يتسجن او يتمنع من السفر. ورغم كده كانوا عندهم جيل جامد. شاركوا في مونديال تشيلي 1962 وكانوا مفاجأة البطولة لانهم وصلوا للنهائي ضد البرازيل بقيادة بيليه، بس خسروا بنتيجة 3-1. فبكده تشيكوسلوفاكيا لعبت نهائيين كاس عالم 1934 و1962، وده انجاز كبير جدا. منتخب تشيكوسلوفاكيا كان دايما تحت الظل السياسي، بس كل مرة بيثبت ان الكورة مش محتاجة حرية عشان تحقق موهبة. الموهبة
موهبه كانت دايما بتخلق نفسها، وان كان اسم تشيكوسلوفاكيا اختفى فذكراها لسه عايشه في الارشيف وفي شوطه لاعب من افضل من انجبته من تشيكوسلوفاكيا وهو أنتونين بانينكا. بانينكا اتولد يوم 2 اغسطس 1948 في مدينه براغ اللي كانت وقتها عاصمه تشيكوسلوفاكيا. من وهو صغير كان عنده عشق للكوره. بانينكا بدا لعب في فريق بوهيمنز من اول الستينات وتصعد للفريق الاول سنه 1967 وكان لسه عنده 19 سنه. فضل في الفريق ده 14 سنه كامله لحد سنه 1981. لعب معاهم اكتر من 230 ماتش وسجل حوالي 76 جون. وبانينكا كان بيلعب في مركز صانع الالعاب. رغم ان الفريق ما كانش من الكبار قوي لكن بانينكا خلاه دايما في الصوره وخلى جماهيره تحبه بجنون، وده اللي بيقول لك عليه ولاء حقيقي. لعيب يقعد في نفس النادي سنين ويسيب بصمته من غير ما يعمل دوشه او يجري ورا الاعلام. علشان في سنه 1981 بانينكا يقرر ان هو يطلع بره بلده ويسافر على النمسا عشان ينضم لفريق رابط فيينا. ومع الفريق ده بانينكا ليه مساحه يكمل فيها فنه وهو في اخر سنينه من غير ضغوط ولا سياسه. ولعب معاهم لحد سنه 1985 وكان من العناصر المهمه رغم ان عمره وقتها عدى ال 30. معاهم كسب الدوري النمساوي مرتين وكاس النمسا 3 مرات. كمان وصلوا لنهائي بطوله اوروبا للانديه اللي هي ابطال الكؤوس ساعتها سنه 1985 لكن خسروا من ايفرتون. بانينكا حتى في اخر ايامه كان لسه بيلعب بكوره هاديه وفن، وده بيدل على قد ايه ان دماغه كانت مميزه. وبعد رابط فيينا بانينكا لعب في فرق نمساويه صغيره بس دي كلها كانت محطات نهايه. لعب فيهم وهو بيقفل مشواره الكروي لكن ما بطلش كوره الا وهو تقريبا معدي ال 40 سنه. بانينكا ما بعدش عن الكوره بعد ما بطل، فضل قريب من نادي بوهيمنز اللي هو النادي اللي قضى فيه اكتر فتره ممكنه واشتغل فيه في اكتر من دور اداري لحد ما بقى رئيس شرفي للنادي. بانينكا كان اول مره ينضم للمنتخب التشيكوسلوفاكي كانت سنه 1973 وفضل بيلعب للمنتخب معاهم لحد سنه 1982. لعب 59 ماتش دولي وسجل 17 هدف. ولعب معاهم في يورو 1980 اللي حصلوا فيه على المركز الثالث، ده غير تصفيات كاس العالم اللي لعبها لكنه ما شاركش في نسخه المونديال دي اللي كانت سنه 1982 بشكل اساسي. وابرز لحظه ليه مع المنتخب وطبعا في حياته كلها كانت في نهائي يورو 1976 اللي سجل فيه ضربه الجزاء الاشهر في تاريخ الكوره. فالنهائي كان بين تشيكوسلوفاكيا والمانيا الغربيه واللي انتهت بالتعادل 2-2 في الوقت الاصلي علشان يروحوا يلعبوا ضربات الجزاء. فيشوط بانينكا اخر ضربه جزاء اللي هو لو جابها منتخبه يكسب البطوله. الراجل ده وقف على الكوره في لحظه موت حرفيا، هو عنده فرصه انه يحسم البطوله لبلده او يضيعها من بلده. وطبعا الكل متوقع انه يشوطها جامد في اي زاويه زي اي لعيب، بس هو ما عملش كده. هو كان شايف ان الحارس الالماني سيب ماير بيرمي نفسه بدري فقال لك طيب ما اعمل له مفاجاه. واللي حصل ان بانينكا شاط الكوره بكل نعومه ورقه خفيفه لانه عملها تشب من فوق الحارس اللي كان رامي نفسه بعيد والكوره دخلت الشبكه. الملعب ساعتها اتجنن والجمهور ما كانش مصدق. ومن اليوم ده بانينكا بقت اسم على مسمى، ومن ساعتها بقت لعيبه كتير بتعملها وبقينا نسمع انه شاطها على طريقه بانينكا. وبانينكا كان بيظهر دايما في وسائل الاعلام لما اي حد يعمل بانينكا في بطوله عالميه او ماتش كبير دايما بيتسال ايه رايك، ورده بيكون بسيط وبيقول اللي عنده ثقه يستاهل يبقى مختلف. فاتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات تحت. هل انت شايف ان بانينكا قله احترام للمنافس او انها استعراض في لحظه المفروض انها تبقى جاده؟